السلام عليكم. اليوم غنقدم معكم واحد الطبق بالخبز اللبناني او خبز التاكوس مختلف معمر بالدجاج. وهذا الخبز كيجي بنين وكيجي زوين وكيتحضر في وقت وجيز. نتمنى تحضروه وتوجدوه لوليداتكم وتبعوا معايا المراحل من الاول حتى الاخر. ندوزو للمقادير. عندنا اليوم في هذا الخبز ديال اللبناني او خبز التاكوس عندنا فيه نص كيلو ديال الدجاج، صدر ديال الدجاج، وعندنا الورقات سيدنا موسى، 3 الورقات ديال سيدنا موسى، عندنا 4 ديال الفصوص ديال الثومه كركوبه وكتفرق على جوج، عندنا الملحه معلقه صغيره الملحه، عندنا الابزار، عندنا معلقه صغيره الابزار، وعندنا 4 ديال الحبات ديال القرنفل. من بعد ما درنا كلشي في الكاسرونه وندوزو باش نردو هاد الدجاج يطيب ربع ساعه. غنخليوه ربع ساعه فوق البوطه. وهاد الدجاج راه كيوجد دغيا، ممكن توجدوه لشي نزهه، ممكن توجدوه في الدار اللي زربانه يتعشى به ولا يدير به الكوتي. وندوزو باش نشوفوا الطريقه. من بعد ما طاب لينا الدجاج قطعناه على شكل رقيق باش يكون مكعبات صغيورين. وعندنا في هذا الدجاج خصنا مع الخبز اللبناني او خبز التاكوس، وغنحتاجو معاه موتزاريلا محكوكه، ممكن تستعملوا فرماج احمر اللي متوفر عندكم ممكن تستعملوه. وغنحتاجو المايونيز باش ندهنوا هذا الخبز، واللي ما بغاش المايونيز يدير الفرماج ولا داك الجبن. وغنحتاجو هاد العويدات باش نسدو به الخبز منين نعمروه. وهنا غندوزو باش نعمرو معكم الخبز تاكوس او خبز اللبناني. هنا غنديروا الفرماج ولا المايونيز، وهنا غنسرحوا المايونيز مزيان في الخبز ديال التاكوس ونعمروه. نديروا الحشو مزيان باش ما جاو عامرين كيجيو زوينين. من بعد ما درنا المايونيز غنديروا الحشو وغنزيدوا الفرماج، نحاولوا نعمروه مزيان. اللي بغى يزيد الزعتر يزيدو، اللي بغى يزيد اي حاجه بغيتي تزيدها زيدها، ولكن كيبقاو هكا احسن. نحاولوا نتنيو مزيان، ما تزيروش ما تخفوش. منين كنعمرو كنحاولوا نسدو بهاد العويدات، نسدوه مزيان باش ما يتخواش لينا الا بغا يتقلى. وغنعاودو وحده اخرى باش تشوفوا مزيان. نحاولوا نسرحوا المايونيز مزيان باش يوصل للجوانب كلهم. نديروا الحشو حاولوا ديروا الحشو مزيان باش يجيو عامرين. من بعد ما عمرناها غنسدوها، غنحاولوا نسدوها مزيان باش ما تحلش الا درناها في المقله. غنعمروا معكم وحده اخرى. غنديروا المايونيز، نسرحوا المايونيز مزيان. حاولوا تعودوا ديروا المايونيز حتى الجوانب مزيان. سرح مزيان. وهذا الخبز راه ممكن ديروه للكوتي العشاء، كيوجد في الحيل. نحاولوا نعمروه، نديروا الحشو مزيان، نديروا عليه الفرماج. نحاولوا نبسطوه مزيان باش يجي مقد، باش ما يخرجش لينا الحشو من الخبز. وهاد الفطيرات راه كيجيو زوينين. اللي بغا يديرهم على شكل مربعات يديرهم. نحاولوا نشدوه بالعويدات باش ما يخرجش ما يتحلوش الا كيتقلاو. من بعد ما عمرناهم غنقطعوا لهم هاد الزوائد باش يجيو زوينين، باش يجيو على هاد الشكل. نحاولوا نقصوا لهم هذوك الزوائد.
من بعد ما عمرنا الخبز اللبناني او الطاكوس غنحتاجو فيه البيض ولا شاب، غنحتاجو فيه البيض ولا شاب، وغنزيدو واحد شويه الملحه، واحد قرصه الملحه مع البيض، غنطربوه مزيان. دابا غندوزو باش ندوزوهم من البيض، نحاولوا نغطسوهم في البيض مزيان، يطاطسوا مزيان، نلفوهم مزيان في البيض، غندوزوها من لاشاب. نحاولوا نديروا عليهم لاشاب مزيان. باش يعمروا بلا شاب. نحاولوا نقلبوها مزيان. نعاودوا معكم واحده اخرى. نعاودوا معكم واحده اخرى. نحاولوا نمرمدوها مزيان في لاشاب باش تهز مزيان لاشاب. وغنستمروا في هكا باش حتى نكملوا هذا الخبز كامل. ندوزوه من البيض، ندوزوه من لاشاب. وهنا غنكملوا معكم كاع القطع اللي عندنا ديال الخبز اللبناني. ندوزوه من البيض ونعاودوا ليه في لاشاب. وهنا راه استعملت غير 2 بيضات، ممكن يقدوكم هاد 2 بيضات باش ما يضيعش البيض. كافيين 2 بيضات، مكيديش بزاف. لاشابي لاشات ليكم كتعاودوا تنشفوها وكتخبيوها ثاني حتى تدوزوا فيها الاخر. من بعد ما عمرنا معكم الخبز اللبناني او خبز الطاكوس غندوزو باش نقليوه. وهذا الخبز راه ممكن دوزوه حتى في الفران، اللي ما تيبغيش القلي ممكن يدوزو في الفران، هكا يجي زوين. ندوزو باش نقليوه. من بعد ما درنا الزيت سخنات، ما تكونش كثيره وما تكونش قليله، خلينا حتى سخنات شويه، ما تكونش سخونه بزاف باش ما يتحرقوش لينا سميتو القطع ديال الخبز اللبناني، باش ما يتحمروش دغيا، خصهم يطيبوا على مهل. نحاولوا نخليوهم يتحمروا على هاد الوجه مزيان. نخليهم حتى يتحمروا من واحد الجهه، عاد نقلبوهم. وهاد الخبز راه دغيا كيتحمر، ملي كتسخن الزيت دغيا كيتحمر، ما كياخذوش الوقت. وردوا معاهم البال باش ما يتحرقوش لكم الا كتقليو. دابا غنقلبوهم على الجهه الاخرى باش يتحمروا لنا مزيان. حاولوا تردوا لهم البال باش ما يتحرقوش، دغيا كيتحمروا اكثريات الا كانت الزيت سخونه. وهنا غنخليوهم يتحمروا من الجهه الاخرى. هنا غنخليوهم يتحمروا مزيان من الجهه الاخرى. نكملوا القطع الاخرين بالقلي ونتلاقاو في طاوله التقديم ان شاء الله. وهذا هو الطبق اللي وجدت معكم، نتمنى يعجبكم وينال الرضا ديالكم وتوجدوه لوليداتكم، وراه كيوجد في وقت وجيز. ونقطع معكم وحده باش تشوفوهم، كيجيو زوينين مقرمشين. ولا ان شاء الله وصفات جديده مع شهوة كلثوم المغربيه.